بيدخلوا لك في حدود ال 265 ألف جنيه في الشهر، 3 مليون جنيه في السنة. ما انت كده ما فتنيش بحاجة، ما انا اشتري شقة وتكون رخيصة وجميلة ويكون ايجارها اسهل. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا علي عبد العزيز معاكم حلقة جديدة من سلسلة حلقات ليه. النهاردة انا هتكلم عن حاجة يا رب يكون فيها استفادة لجميع الناس، هو ليه انت مش المفروض تستثمر في الوحدات السكنية. طيب عشان نفهم الموضوع ده في الاول لازم نتكلم عن تنويع او طرق الاستثمار المشهورة اللي معظم الناس بتعملها في مصر. طبعا في استثمارات كتيرة جدا او طرق استثمار مختلفة كتير جدا. في عندك الودائع البنكية، تمام، دي اول حاجة معظم الشعب المصري بيلجأ لها. في عندك الذهب، في عندك الاستثمار في البورصه المصريه او خارج مصر، وفي عندك طبعا العقارات. فكل استثمار من دول ليه مميزاته وليه عيوبه، ويا ريت انت تحاول تسرش اكتر من اللي انا هقوله لك عن مميزات وعيوب كل استثمار. مبدئيا الودائع هي ميزتها الفظيعه ان انت بتبقى عارف انت جاي لك ايه وامتى، ففي ناس كتيره جدا بتتوجه لده. ولكن الودائع في الطبيعه هي مش استثمار ولا حتى محافظه على الفلوس، هي طريقه من البنك انه يضحك عليك في فلوسك، يشغلها في استثمارات اخرى بتطلع عوائد اكبر ويديك جزء من العوائد دي تكون فيكست ريت، يكون هو عارف هو يطلع كام وامتى برضه على طريقه او هيئه الودائع. تمام. بالنسبه للذهب، الذهب طول عمره تاريخيا من افضل الاستثمارات اللي تحافظ لك على قيمه فلوسك. فوقك من اللي حصل في الذهب السنه دي والناس العبيطه اللي طالعه على النت تقول لك اشتري ذهب، والذهب هو اللي بيعلى ب 60 و70% في السنه. ده مش طبيعي. الذهب بيعوض قيمه الفلوس. المفروض ان الذهب يمر عليه الحول يجيب قيمه صيانته، المفروض ان الذهب يمر عليه الحول يجيب قيمه مصنعيته. ده كان الطبيعي. دلوقتي الناس بقى بتتوجه للسبائك، فالمفروض ان الذهب في الطبيعي بيغلى بمعدل التضخم بتاع الدوله زائد معدل التضخم العالمي. تمام. يعني في تضخم بتاعنا احنا في مصر، في تضخم عالمي تاني غير اللي بيمر عندنا في مصر. احنا في دوله عالم ثالث، او احنا في دوله التضخم فيها عالي شويه. فمثلا احنا التضخم عندنا 22% والتضخم في العالم كله مثلا 3 4%، فزود دول على بعض فيطلع لك المفروض الذهب يعلى كام. حصل السنه دي ده مش طبيعي. ولكن الاستثمار في الذهب من افضل الحاجات اللي ممكن تكون موجوده والناس تفكر فيها. انا بنصح كل عيلتي اما حد يكون معاه فلوس، طالما هي ما تشتريش حاجه هتفيده، روح حطها في دهب. بالنسبه للبورصه، البورصه دي قصه كبيره مش عايز اقعد اشرحها لان دي هتاخد فيديو تلت ساعه اصلا، بس هي يمكن انجح من الاثنين اللي فاتوا، وفي حاجات فيها لو ربنا وفقك انجح من العقارات، ولكن هي بيبقى فيها ريسك طبعا عالي شويه. البورصه ممكن تبهدلك، ممكن تاخد فلوسك وتخسفها على الارض في لحظه. فكل ما الحاجه الريسك بتاعها عالي كل ما الريورد بتاعها عالي، او كل ما الحاجه الفتره اللي فيها عاليه كل ما الناتج بتاعها كان اعلى. فدي انواع الاستثمار. احنا جايين النهارده نتكلم عن الاستثمار العقاري لان ده الفكره بتاعت الصفحه يعني. فبالنسبه للاستثمار العقاري بيتقسم لكذا حاجه. في الوحدات السكنيه اللي بتتقسم طبعا قصور وشقق وفلل ودوبلكسات واستوديوهات وما الى الاخر، وفي الوحدات التجاريه، وفي الوحدات الاداريه، وفي الوحدات الفندقيه والعيادات وما الى خلافه يعني. فاحنا هنتكلم عن اول حاجه السكني. بالنسبه السكني حضرتك كل ما بتشتري وحده اكبر كل ما بتتقل عليك في البيع. اشتريت فيلا، الفيلا دي صعب جدا ان هي تتباع، محتاجه الزبون بتاعها. اشتريت شقه 3 غرف مساحه معينه، صعب جدا ان هي تتباع، محتاجه الزبون بتاعها. اشتريت شقه غرفتين، الزبون بتاعها بيكتر. غرفه الزبون بتاعها بيكتر. استوديو الزبون بتاعها بيكتر. ليه بيكتر؟ لان الناس كل ما بتاخد حاجه اصغر كل ما بتعرف تاجرها، كل ما بتعرف تشتريها، كل ما يبقى في شريحه اكبر انت بتتعامل معاها. الوحدات السكنيه ماشيه بالنطاق ده. طب هل الوحدات السكنيه كعائد ايجاري هي مميزه؟ لا مش مميزه. الشقه في ميفيدا مثلا ممكن تكون واصله ل 20 والحاجه 20 مليون، والايجار بتاعها في الشهر $1000 و$1500. يا عم بص، ده انا بيجي لي $1000 و$1500 يا حبيبي. ما انت الشقه بتاعتك اصلا ب 20 مليون جنيه يا حبيبي، انت كده الار او اي بتاعك ما حصلش 5%. فده كده انجح نظام ايجارات موجود. الشقق في الرحاب مثلا هتلاقيها ب 8 مليون و9 مليون وبتتاجر ب حاجه و20 حاجه و30 الف جنيه في الشهر. برضو الار اي ما لمسش ال 5%. ولكن ايه الميزه فيه؟ ان بيبقى سهل ان انت تاجر شقه. بيني وبينك بيبقى سهل، بتلاقي مستاجر الى حد ما موجود. معظم الناس اللي عايز تسكن في مصر موجودين على قفا من يشيل، على حسب طبعا الشقه دي بكام وهتاجر بكام، بيبقى الدنيا يعني ايه بتمشي. طبعا السكني بيبقى الافخم فيه والافضل فيه الريسيل. انت بتشتري حاجه اوف بلان مثلا في لونش، او في سكند فيز من لونش، او ثيرد فيز من لونش، او وات ايفر، بتيجي تبيعها كمان كام سنه، فبتلاقي ان انت ان شاء الله الحمد لله كسبت التضخم وكسبت الريسك بتاع ان انت كنت شاري اوف بلان ودلوقتي استلمت. لازم تبقى شاري معاه مطور محترم، وبتكسب بقى طبعا لو في حاجه مميزه جديده طلعت في المنطقه والمطور ده كان في كلاس معين وفجاه بقى في كلاس مختلف، زي الناس اللي اشترت زمان مع ماونتن فيو قبل ما تبقى ماونتن فيو، وزي الناس اللي اشترت زمان مع سودك قبل ما تبقى سودك.
وكل ده والكلام ده كله لازم تبقى فاهمه يعني. اتكلم بقى عن ايه الاستثمارات التانية او الاستثمارات الانجح من السكني. مبدئيا السكني اصلا بيتقسم لحاجتين، بيتقسم لسكني عادي موجود في اكتوبر والتجمع، وسكني ساحلي. السكني الساحلي ده محتاج برضه فيديو لوحده، لان هو بيجيب لك ROI ايجاري كبير، تمام، وفي نفس الوقت هو وحده سكنيه الريسيل بتاعها سهل، تمام. فدي افضل حاجه بتجمع ما بين الاثنين، بس ده مش اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده. انا جاي اتكلم عن الزبون بتاع شرق القاهره او الزبون بتاع غرب القاهره اللي مش عايز يشتري حاجه في الساحل، وبيقعد يقول لك لا يا عم الساحل فيه مليطه ومش عارف ايه والكلام ده، او لا يا عم انا اشتري حاجه في الساحل ليه، هو ده استثمار؟ وطبعا عمرك ما هتعرف انت تغير تفكيره يعني. فالمهم خلي الاستثمار الساحلي على جنب، هبقى اتكلم عنه في فيديو مختلف. بالنسبه للاستثمارات التانية فهي بتنقسم كذا قسم، كلهم ممكن يشرحوا بنفس الطريقه. المحلات اول حاجه فوق، بعديها المكاتب، بعديها الوحدات الفندقيه، بعديها العيادات. طب ليه انا قسمتها التقسيمه دي؟ مبدئيا لان انت عندك المحلات هي اللي بتدخل اعلى ROI واسهل حاجه ممكن تتاجر في الحاجات دي، تمام. بعديها المكاتب بتدخل ROI اللي بعديها على طول، ويمكن اصعب شويتين ثلاثه من المحلات. بعديها الوحدات الفندقيه بتدخل اقل ROI في الاربعه، تمام، ولكن هي اسهل حاجه ممكن تتاجر في الحاجات دي كلها. بعديها العيادات لان هي بتدخل يعني اقل ROI، وبرده ايجارها يعني ممكن يكون اسهل من المكاتب شويه، ولكن برده ايجارها بيكون تقيل يعني. خلينا نحسب بالارقام وخلينا نعرف كل واحد ايه اللي بيحصل لما بتشتري كذا بوحده معينه وعين معينه موجوده في منطقه مثلا معينه او مشروع معين، وخدها كده هديه ببلاش يعني. تعال نقول مثلا انت اشتريت محل مع ريدكون مثلا في مشروع جولدن جيت اللي موجود خبط لازق قدام AOC، منطقه شغاله ولذيذه وانت مش شايف منطقه ناميه، والكوميرشال او الادمن ما بتشتريهوش اما المنطقه تكون لسه بتطلع، انت بتشتري بعد ما المنطقه تطلع وتعرف ROI بتاعها كام، الا المنطقه كده كده مستقبلها باهر، ودي مناطق قليله قوي يعني. فمثلا اشتريت محل في ريدكون 105 متر ب 54 مليون، ممكن يشتغل ريتيل، ممكن يشتغل F&B على حسب اللي جاي يأجر. مشروع من افضل المشاريع اللي هتكون موجود في التجمع. بس احنا مش جايين نتكلم عن مشروع، هنجي نتكلم عن ROI. مبدئيا 105 متر دول في المنطقه دي بيتأجروا من 2000 ونص ل 3، ممكن 3200 3 ونص. فالمشروع ده نفسه فيه ايجارات من اول 2000 لغايه 3، لان المشروع لسه ما اتسلمش، لسه ما اشتغلش. البراندات الكبيره اللي دخلت تأجر لسه مش عارفه، وداخل يأجر على انه براند كبير. براند كبير يفيد المشروع بس يضر المالك، عشان المشروع نفسه قال المشروع ده فيه نايك، تعالى نروح نشتري من نايك وناكل من اي مكان جنبه، تمام. لكن لما بتيجي تشوف المالك او نايك ده مأجر بكام، بتلاقي نايك مأجر بنص السعر الطبيعي او 60 70% من السعر الطبيعي. ليه؟ لان هو جايب لك رجل من الاخر، فبيضر صاحب العين، ولكن ده ريسك انت محتاج ان انت تتحمله، لان ده مشروع لحد ما كبير كويس يعني. تعال نحسب على افريج ال 2000 ونص يا سيدي، بعد نسبه الاداره اللي هم اخدوها، بعد كل الكلام اللطيف ده، هتلاقي ان انت ال 105 متر دول بيدخلوا لك في حدود ال 300 الف جنيه كل شهر. او بلاش، تعالى نحسبها بالظبط عشان ما حدش يجي يقول لي لا انت زودت. بيدخلوا لك في حدود ال 265 الف جنيه في الشهر، 3 مليون جنيه في السنه. طب ما كده ROI يا باشا برضه 6% ولا 6.5%. طب ما انت كده ما فتنيش بحاجه، ما انا اشتري شقه وتكون رخيصه وجميله ويكون ايجارها اسهل. لا يا باشا، هقول لك ان انا فدتك. اول حاجه، انت ال الوحده دي انت دافع لغايه استلامها حوالي من 50 ل 60 ل 65% على حسب المشروع. المشروع ده اظن في حدود ال 55 60%. فانت مش دافع فلوسك كامله، بالعكس انت الوحده دي ده اول سنه ايجار. اي وحده من دول بعد كده كل سنه في زياده من 10 ل 15%. فهتلاقي ان انت لما تكون خلصت اقساطك اللي هو بعد 3 سنين، ROI بتاعك بيلمس في ال 10 وال 11 وال 12%. تقول لي طب ما انا لو حطيت الفلوس في البنك هيجي لي حاجه 20% او 18% او 19%، وانا قاعد مطمن عادي. هقول لك ماشي، ما انت عندك الوحده دي نفسها بتغلى برضه، يعني انت بتغلى ال 15 و 13 تاخدهم من البنك، وفي نفس الوقت بتدخلك عائد ايجاري، فانت عندك الاثنين. ده بالنسبه للمحلات. لو احنا مثلا اتكلمنا عن المكاتب، هننزل مثلا كاتيجوري. تعالى نتكلم يا سيدي عن المكاتب البي كلاس اللي مع مطور مثلا زي ويلتس اللي في التسعين الشمالي اللي قدام ماكسيم مول. تشتري مكتب هناك زي القمر، 50 متر ب 8 مليون 8 مليون ونص، لو انت البادجت بتاعك اقل شويه من المحلات. وتعرف ان انت ال 50 متر دول يتاجروا مثلا في حدود اقل حاجه كمان 3 سنين ساعه التسليم 80,000 جنيه في الشهر. 80,000 جنيه في الشهر يعني يدخلوا لك حوالي 900,000 جنيه في السنه. بعد يا سيدي بعد نسبه الصيانه، بعد كل الكلام ده اللي هيدفع منك، هتلاقي ان انت بيدخل لك يا سيدي 800,000 جنيه، يعني ROI 10%. وبرده نفس القصه، وبرده انت دفعت حوالي 60% من الوحده قبل ما تستلمها. ROI بالحقيقي بتاعك على الفلوس اللي انت فعلا دفعتها اكتر بكتير. ده كمان مشروع ما فيهوش ودائع صيانه، المشروع فيه مميزات اعلى.
طب ايه الريسك؟ طب انا ليه ما اروحش اشتري محل اللي انت بتقول عليه ده واروح اشتري 5 مكاتب من المكتب اللي انت بتقول عليه ده؟ لا، في ريسك. المكاتب بتتقل. يعني ايه بتتقل؟ يعني ممكن المكتب يتأجر كمان 6 شهور، كمان سنه، كمان سنه ونص، ممكن كمان سنتين لو انت حظك وحش قوي يعني. ممكن تحرق طبعا في سعره، بس المشكله ان انت بتبقى ماضي تفويض بالايجار، فالشركه هي اللي بتبقى ملتزمه بالايجار بتاعه وبتحديد السعر اللي موجود عندها في المول يعني. فالمحلات بتتاجر اسرع بالذات لو محل مميز. طب لو انت واخد مكتب مميز تتاجر بسرعه برضه، بس زي محلات؟ لا، مش زي محلات. مش كده، تلاقي محلات لو انت شاري محل صح الار اي بتاعه هيكون اعلى، وكمان هيكون اغلى بكتير طبعا، وكمان هيكون سهل ايجار. احنا طبعا حسبنا كمان الايجار بتاع المحل على دلوقتي، لان المحلات لما بتيجي تحسب الريسك اساسا بتاعها بتحس ان انت السعر اللي انت هتقوله للعميل ده مفجع شويه، 3 او 3000 ونص في المتر ده مفجع، ولكن هو وارد يحصل. فاحنا بنحسب على دلوقتي في المحلات، بنحسب على دلوقتي برضو في المكاتب. بس انت لو عليت ل 10% كل سنه في خلال ال3 سنين دول هتلاقي اسعار في المحلات وفي المكاتب كبيره قوي. خلينا نتكلم عن الوحدات الفندقيه والعيادات في صف واحد. العيادات شبه المكاتب، ولكن الايجار بتاعها بيبقى 600 700 800 جنيه في المتر بالكتير قوي، ده لو انت واخد عياده في افخم مكان. بيبقى الدكاتره كتير وعلى قفا من يشيل، وناس كتيره قوي قوي بتاجرها، ولكن طبعا الار اي بتاعها يعني قريب جدا من الشقق، لان انت بتقدم حاجه للكونسيومر، مش بتقدم حاجه للمستثمر. الدكتور ده في الاول وفي الاخر ما هوش مستثمر، هو كونسيومر. الوحدات الفندقيه بيبقى الميزه بتاعتها ان انت ضامن ان انت كل شهر يدخل لك فلوس. ازاي يا باشا؟ هو انا الوحده بتاعتي لازم كل شهر تاجر؟ لا، الموضوع مش كده. لو انت لازم تشتري في الوحدات الفندقيه في نظام اسمه الرينتنج بول او الوعاء الايجاري. النظام ده اصلا طالع في الامارات، ده اللي خلى الناس تروح تشتري فندقي في الامارات بالكم ده. ليه؟ لان انت عندك يا باشا في الفندق ده 1000 غرفه، وال1000 غرفه دول انت بتتكلم في حدود مثلا ب 100 مليون يا سيدي عشان نسهل الحسابات. الغرفه ام 5 هتاخد 5%، والغرفه ام 10 هتاخد 10%، والغرفه ام 20 تاخد 20% من العائد الايجاري اللي طالع للفندق كله. دي الفكره من الوحدات الفندقيه اللي بتخليها ممكن تكون فكره ناجحه. كمان احنا دوله سياحيه، بنحاول ان احنا في 2030 نستقطب اكبر عدد من السياح يدخلوا مصر. فانت بتتكلم ان دي حاجه ممكن يكون يعني مستقبلها حلو شويه، يعني ممكن مستقبلها واعد شويه، ولكن هي في حاليا الار او اي بتاعها بيتراوح ما بين 5 ل 7% على التوتال بتاع الوحده، مش المبلغ اللي انت دافعه لغايه الاستلام. فدي كده كل انواع الاستثمارات. انا شايف ان انت لو انت عايز عائد ايجاري بتتوجه على الاستثمارات الثانيه اللي انا قلت عليها على حسب البادجت بتاعك. برضو انت لو انت تقدر تشتري وحده ب 30 40 50 مليون جنيه خش في التجاري، في حاجات بحاجه 20 مليون جنيه برضو حلوه. لو انت تقدر تشتري وحده في حدود من 8 ل 10 مليون جنيه 12 مليون جنيه تقدر تخش في الاداري. عايز تشتري وحده ب 5 6 مليون جنيه تقدر تخش في الفندقي وفي العيادات. طيب يا باشا لو انا معايا اقل من كده، او انا عايز اشتري تجاري بس عايز ادفع 12 13، هساعدك وهفيدك وهجيب لك، بس الامانه بتقتضيني اقول لك لو انت معكش الفلوس اللي تستثمر فيها في الحاجه اللي انت اقتنعت بيها، حط فلوسك في ذهب. ما تشتريش اي حاجه وخلاص، ما تشتريش مع مطور سكه. التجاري والاداري بيبقى مهم قوي قوي في التشغيل اكتر من التسليم. في ناس ياما ناس بتسلم وتلاقي محلات صحراء لمده سنه وسنه ونص، مكاتب صحراء لمده 3 سنين. فده بيكون الريسك بتاعك. زي ما اتفقنا في اول الفيديو، كل ما الريسك عالي كل ما الفلوس عليت. كل ما انا ممكن اشيل شيله كل ما انا ممكن اشيل شيله. فالموضوع بيفرق ان انت ما بين ان انت تشتري ايه وامتى. لو انت معكش فلوس ان انت تشتري حاجه حلوه فعلا ما تشتريش. اسالني حد بقى سؤال حلو قوي قوي قوي: ليه المطور يا باشا طالما الحاجات دي بتكسب المكسب الرهيب ده بيقوم بايعها وما بيستفادش هو بالايجار بتاعها؟ السؤال ده حلو جدا. السؤال ده انا كنت نفسي بساله قبل ما اخش النطاق العقاري، زي ما اتفقنا انا كنت كلاينت. هقول لك ليه. ل3 اسباب. اول سبب، المطور لما بيبيع وحدات او معظم الوحدات اللي عنده في المشروع، هو كده كده بيسيب حبه لانه عارف مكسبهم عامل ازاي، لكن هو لما بيبيع معظم الوحدات اللي موجوده في المشروع هو بيضمن ان انت في ناس ممكن تدور معاه على الايجار. يعني هو كده كده اعظم مطور هيبقى عنده اعظم شركه تشغيل، هتيجي في اول 6 شهور تاجر له 60 70% من المشروع. تمام. ولكن لما انت تكون بتدور معاه وهو يكون بيدور وهو يكون بيدور وهو يكون بيدور، ممكن تجيب له مستاجر. يكون المستاجر ده مش شرط ياجر العين بتاعتك، بس ممكن ياجر وحده اخرى. فالوحده الاخرى دي هو استفاد ان هو اجرها، طبعا بياخد نسبه الاداره بتاعته اللي المفروض شركه التشغيل بتاخدها، بس هو طبعا بياخد كات اوف منها يعني، بياخد عموله منها يعني. تاني حاجه ان هو بيخش له كاش فلو يا باشا كتير جدا. طبعا هو مش هقول لك ان هو بيبيع الحاجه بثلاث اربع ضعاف سعرها، بيبيع بضعف مره ونص او مرتين، بيكسب مكسب طبعا فظيع من ورا الموضوع ده. ولكن هو قصاد ده بيقدر ياخد الفلوس يبدا بيها مشروع تاني فيبيعه، فياخد الفلوس يبدا بيها مشروع تاني. على عكس مثلا لو هو راح عمل مشروع ضخم لوحده من جيبه، هتلاقي ان هو عنده مشكله في الكاش فلو
ممكن شويه، ممكن ان هو ما يعرفش يعمل مشروع تاني غير كمان 5 أو 6 سنين زي ما بنشوف في شركات كبيره جدا مش عايز اقول اسمها يعني. ثالث حاجه واهم حاجه ويمكن هي السبب الرئيسي بيني وبينك، هي حاجه اسمها الريسك ميتيجيشن. الريسك ميتيجيشن ده يعني التحديد بتاع المخاطره. هو بيبيع لك 80% مثلا مشروع، 20% بيفضل معاه، تمام. طبعا 20% دول ولاده، هو كده كده عشان تبقى عامل حسابك غالبا هم اول حاجه يتاجروا، تمام. ولكن مش مشكله، هو مشروع كده كده ما فيش مشروع بقى قائم 20% منه بس اللي بتاجر، فانت كده كده هينوا لك من الحظ جامد. ولكن الريسك ميتيجيشن ده يا باشا ان هو انا مش عايز اقوم بمخاطره ان انا اعمل مشروع كبير قوي 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 ويتاجر منه مثلا 40 50% منه بس. انا كده خسرت كتير جدا في اول كام سنه، على عكس ان انا لو بعته انا هبقى محصل اكتر من تكلفتي ساعه التسليم، لان كده كده انت لازم تبقى فاهم ان الحدايه ما بتحدفش كتاكيت، والمطور بيكلف 20 30% من المشروع اللي هو بيبيعه وبيكسب بالثلاثه ونص والاربع ضعاف، لان هو عنده مخاطرات كتير قوي تانية لازم بعمل حسابها يعني. ده حتى لو هو حاسب على سعر دولار 50 جنيه و45 جنيه، عشان بس الجمله اللي انا اسمعها في الكومنتات اللي بتجنني دي. فلازم بيعمل الريسك ميتيجيشن ده او بيسيطر على الريسك بان هو يبقى عنده كذا شريك في المشروع، فالشركاء دول كلهم متحملين الريسكات. لما هو يكون متحمل ريسك خمس المشروع بس او ربع المشروع بس او ثمن المشروع بس، غير لما يكون متحمل ريسك ان المشروع كله متاجرش. تخيل حصل كورونا زي ما حصل قبل كده، والمشروع ده مثلا كان معاه تسليمه 2021 او هو مخطط ان هو يبتدي يدخل له فلوس من 2021 او 2020 والله نسيت الكورونا كانت امتى، والكورونا حصلت يا باشا والبلد كلها اتشلت حوالي سنه ونص سنتين، هو كده شال الليله لوحده. فلازم انت تبقى فاهم ان في مخاطره في الموضوع ده كده كده، ومفيش استثمار في الدنيا ما فيهوش مخاطرات. ولو كان في استثمارات ما فيهاش مخاطرات كان كلنا يا باشا بقينا مليارديرات والدنيا بقت زي الفل. فاتحرك في الحاجه الصح، اتحرك بفلوس صح، اتحرك مع مطور صح، مش اي حاجه وخلاص. لو انت عايز تشتري اي حاجه وخلاص اشتري وحدات فندقيه معظمها هتشتغل، بس برضو مع مطور كويس. ما تقوليش انا معايا مليون جنيه و10000 جنيه في الشهر عايز اشتري كذا، هقول لك ايه افضل فرص بالنسبه للبادجت بتاعك، بس في اخر الكلام اقول لك انت لو اشتريت ذهب حطيته في جيبك وحطيت تحت البلاطه وجيت كمان سنتين ثلاثه زودت عليه، ممكن تشتري حاجه احسن، يكون ده مقدم في حاجه احسن. بس فانا علي عبد العزيز معاكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. هستنى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب، هتتابع عندي على القناه، هتلاقي في حاجات كتيره مختلفه هتكلم عنها بطريقه مختلفه عندي هنا في الشانل يعني. ولو احتجت اي استشاره عقاريه تقدر تكلمني على الرقم ده وتبعت لي على الواتساب، هجاوبك بكل صدق حتى لو مش هتشتري معايا.